قال ان انا بروح وبفتش ومفيش اي مخالفات، علما بانه لم يحضر الى المستشفى ولو لدقيقه واحده. استاذه امل، طبعا انا يعني انا معاكم في كشف الفساد اينما كان. حضرتك ان صوتنا يوصل لاعلى ان شاء الله صوتكم هيوصل باذن الله، باذن الله باذن الله. كل واحد هياخد حقه وكل مريض ياخد حقه. بنصرف من جبنا انا وزميلي الفاضل هاني طلعت راب، احنا بنصرف من جبنا، مش مستنيين اي فلوس ولا اي مكافآت ولا اي تكريمات، احنا بنقول ان الحق كل واحد اولى بحقه والحكومه اولى بحقها، ما اكتر من كده واحنا مش مستنظرين اي فلوس، وحتى لو جات لنا فلوس احنا هنتبرع بها للمرضى. شكرا استاذه امل عبد الحميد. أيوة. شكرا جزيلا. أيوة. لعرض هذه الشكوى التي تهم المواطن في محافظه الغربيه، المواطن البسيط، المواطن الغلبان. فشكرا لحضرتك. شكرا. خليك معايا. في نهاية هذا الحوار لا يسعني إلا أقدم شكوانا إلى السيد المشير محمد حسين طنطاوي أو المجلس العسكري، إلى السيد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر، إلى السيد الدكتور عمرو حلمي وكيل وزارة الصحة، الصديق الصدوق للدكتور محمد العتيق المسؤول عن مشروع فيروس سي بمحافظة الغربية أو بمستشفى حماية طنطا لإيجاد حل لهذه المشكلة. بالفعل مصر اتغيرت، فلازم الفساد نقضي عليه. شكرا إلى مقدمي هذه الشكوى، ونتمنى من الله أن نجد حلا لإهدار المال العام الموجود بمستشفى حميات طنطا. شكرا.